فيلمنا بيبدأ في فترة الستينات، وقت ما كان الأبطال الخارقين لهم شعبية كبيرة بين الناس، ومن أبرز الأبطال دول كان هو مستر انكريديبل اللي كانت قوته الجسدية خارقة، وكان معاه خطيبته البطلة إليستي جيرل وصاحبه الأنتيم فروزن اللي بيقدر يجمد الحاجات. وبسبب إنقاذهم للناس وقدراتهم الكبيرة، الأبطال دول بقوا نجوم وعندهم ملايين المعجبين. بس مستر انكريديبل كان بيواجه مشكلة مع معجب مراهق صغير، وبيقول له إن هو المعجب رقم 1 واسمه بودي باين. وبودي ده كان دايما بيحاول يفرض نفسه كمساعد لمستر انكريديبل، وكان مسمي نفسه انكريدي بوي. وبنشوف يوم فرحه على إليستي جيرل، مستر انكريديبل بيلاقي نفسه محطوط وسط مهمات كتير علشان ينقذ المدينة، ووقتها بينقذ راجل من ان هو يرمي نفسه من فوق مبنى، وبيلحق قطر سريع قبل ما يطلع عن القضبان. ولما كان لسه بياخد نفسه بيتفاجئ بسرقة بنك من المجرم الخطير بومب فويج، وبنعرف ان بومب نجح ان هو يسرق البنك، بس مستر انكريديبل بيقفشه وبيوقفه في اخر لحظة. وهنا انكريدي بوي بيتدخل بجناحاته النفاثة اللي كان صنعها بنفسه علشان يثبت لمستر انكريديبل ان هو بطل خارق. بس مستر انكريديبل كان متضايق من رزالة الواد ده، ووقتها بيسلمه للشرطة علشان يبعدوا عن الخطر. وبعد الجواز مستر انكريديبل بيتفاجئ بقضية مرفوعة ضده من الراجل اللي كان انقذه من الموت، وبيطالبه بتعويض لانه منعه من انه يموت نفسه. ومش بس كده، ده ركاب القطر هم كمان بيرفعوا قضية بسبب الاصابات اللي كانت جات لهم، بالرغم من انه كان انقذ حياتهم. والقضايا دي فتحت الباب للناس كلها انها ترفع قضايا على الابطال الخارقين، ووقتها الحكومة اضطرت انها تدفع ملايين الدولارات علشان تقفل القضايا دي. وفي النهاية الحكومة بتعرض على الابطال انها تعفو عنهم مقابل انهم يعتزلوا العمل الخارق ويعيشوا كبشر طبيعيين. وبعد 15 سنة مستر انكريديبل وإليستي جيرل كانوا عايشين حياة عادية بأسماء مستعارة، وكان اسمهم بوب وهيلين بار، وكانوا عايشين في بيت هادي ومعاهم 3 أطفال، واللي هم فايوليت 14 سنة وداش 10 سنين والرضيع جاك. وبنعرف ان فايوليت بتقدر تختفي وبتعمل دروع حماية، وداش كان سريع جدا، اما الرضيع جاك فكان باين كده ان هو طفل طبيعي وما عندهوش اي قدرات. وبنشوف ان بوب وزنه زاد وبقى شغال موظف في شركة تأمين فاسدة، بس هو من ورا المدير كان بيساعد العملاء الغلابة علشان يلاقوا ثغرات ياخدوا بيها تعويضاتهم. وكان وقتها بيحن لأيام المجد، والموضوع وصل بيه انه كان بينزل كل يوم 4 بالليل مع صاحبه لوسيوس واللي هو كان فروزن علشان يحاربوا الجريمة مع بعض في السر، وكانوا بيفهموا مراتاتهم انهم رايحين يلعبوا بولينج. وبنشوفهم وهم بيسمعوا جهاز اللاسلكي بتاع الشرطة بيكتشفوا ان في بطل خارق قديم واللي كان اسمه جازربيم، واللي كان اختفى في ظروف غامضة. وفي ليلة وهم بيحاولوا ينقذوا الناس من حريقة، حرارة الجو منعت لوسيوس من ان هو يستخدم قوته الثلجية، فاضطروا يهربوا وبيدخلوا محل مجوهرات بالغلط. ووقتها فرد الامن افتكرهم حرامية، فلوسيوس وقتها بيجمد العسكري ده. ولما هيلين عرفت باللي بوب بيعمله بالليل وقتها اتخانقوا مع بعض، وبنعرف ان بوب كان اتخنق من عيشة السر دي وكان عايز يرجع لايام البطولة، فكان كل همها انها تحافظ على امان العيلة علشان ما يهربوش لمكان جديد. وفي النهاية بنعرف ان مستر هاف واللي هو مدير بوب بدأ يشك في ان بوب بيساعد العملاء وبيبدأ يهزقه في المكتب. وبنشوفه المدير بيهزقه، بوب بيلمح من الشباك واحد بيتثبت وبيتسرق في الشارع، بس المدير بيمنعه من انه يروح يساعده وهدده بالطرد لو هو ساب المكتب. ووقتها الحرامي بيهرب والمدير بيرجع يكمل كلامه بمنتهى الرزالة والبرود، بس بوب ما قدرش يتملك اعصابه ومسكه من رقبته وحدفه وكسر بيه حيطان المكتب. ووقتها المدير بيدخل المستشفى وكان عنده كسر في ايده ورجله، وبوب بعدها بيطرد من الشغل. وبنعرف ان العميل الحكومي واللي اسمه ريك ديكر واللي كان صاحب بوب القديم كان بيلم الليلة وبيدفع للشركة علشان تسكت وينقل العيلة لمكان جديد. بس المرة دي ديكر قال له ان الميزانية مش مستحملة وما بقاش قادر يساعده تاني بسبب التكاليف، لكن بوب بيصعب على ديكر وعرض عليه ان هو يساعده لاخر مرة، بس بوب بيرفض علشان عيلته كانت بدأت تستقر. وبوب وقتها بقى محتار ومش عارف يصارح مراته هيلين ازاي بالمصيبة دي. وفجأة بتكلمه واحدة غامضة اسمها ميراز وبتعرض عليه شغل بمرتب خيالي، وكانت عايزاه يدمر آلي متمرد اسمه اومني درويد 8 واللي كان موجود في جزيرة بركانية معزولة. وعلى طول بوب بيوافق وبيكذب على مراته وبيقول لها ان هو مسافر علشان يحضر مؤتمر تبع الشغل، وما قالهاش ان هو اتطرد من الشغل وانه رجع يشتغل بطل خارق من تاني. وبنشوفه وهو في الطيارة ميراز بدأت تشرح له المهمة وقالت له ان هو لازم يسيطر على الآلي بسرعة قبل ما الآلي يدرسه ويقضي عليه، وطلبت منه كمان يعطل الآلي من غير ما يدمره علشان كانوا عايزين يستفيدوا منه. ووقتها مستر انكريديبل بينزل الجزيرة وبدأ ان هو يدور على الآلي، وبعد معركة طحن قدر ان هو يهزمه ورجع البيت بشنطة فلوس وكان مبسوط جدا، وحياته مع عيلته بدأت تتغير وبقوا مبسوطين. بس بنعرف ان بدلة البطولة بتاعته اتخدشت في المعركة دي، فأخد البدلة لمصممة أزياء مشهورة اسمها إدنا مود علشان تصلحها، بس إدنا رفضت الترقيع ده وعرضت عليه انها تعمل له بدلة جديدة، ووقتها هو بيوافق ومن وراه إدنا بتصمم بدلات خارقة جديدة لباقي أفراد
العيلة كمان. وبعد شهرين ميراث بتكلم بوب علشان مهمة جديدة، ووقتها هيلين بتسمع مكالمة بوب معاها وشكت ان هو بيخونها، بس كتمت في نفسها وسكتت. ولما مستر انكريدبل رجع الجزيرة اكتشف وقتها ان هو وقع في فخ، واتفاجئ بنسخة مطورة وقوية جدا من الآلي. وهنا بيظهر صانع الآلي اللي مسمي نفسه اكس 9، واللي كان هو بودي باين المعجب القديم بعد ما كبر وبقى ملياردير ومصنع أسلحة ومجنون، وبقى اسمه سيندروم. وبنعرف ان سيندروم كان لسه شايل جواه غل وكره لمثله الأعلى القديم بسبب ان هو رفضه زمان، وبعد ما بقى صانع أسلحة اخترع الأمني درويد مخصوص علشان يقتل بيه الأبطال الخارقين. ووقتها بيستخدم شعاع الطاقة بتاعه وبيشل حركة مستر انكريدبل. ووقتها سيندروم بيحدف مستر انكريدبل من فوق شلال مية، بس مستر انكريدبل بيقدر يهرب وبيستخبى في كهف تحت الأرض، وهناك بيلاقي جثة صاحبه البطل القديم جيزربيم. وجوه الكهف بيقدر ان هو ينجو من قنبلة بالصدفة، وبيلمح وقتها كلمة كرونوس محفورة على الحيطة بشعاع الليزر بتاع جيزربيم، وبنعرف ان هو كان كتبها قبل ما يموت. ومستر انكريدبل وقتها اخترق قاعدة سيندروم السحرية وعدى حيطة من الحمم البركانية علشان يقدر يوصل للكمبيوتر الرئيسي، ووقتها كتب كلمة السر كرونوس وفتح كل ملفات سيندروم السرية، وعرف ان سيندروم صنع آليين كتير قتلوا تقريبا كل الأبطال الخارقين القدام، وان خطته الجاية هي إطلاق الآلي المدمر ده في مدينة متروفيل علشان كان عايز يعمل دمار شامل، وكان بيسمي الخطة مشروع كرونوس. وفي نفس الوقت في البيت هيلين لاحظت ان بدلة بوب القديمة اتصلحت، فرحت لإيدنا ووقتها عرفت كل حاجة، وان بوب رجع يشتغل بطل خارق في السر وما بقاش شغال في الشركة أصلا. ووقتها إيدنا بتفرج هيلين على البدلات الجديدة اللي هي عملتها لها ولعيالها، وقالت لها انها لازم تلم الموضوع وتنقذ جوزها. وقتها هيلين بتشغل جهاز التتبع اللي دانا حطته في بدلة بوب، بس الحركة دي كشفت مكانه لسيندروم اللي قبض عليه تاني. ووقتها هيلين ومعاها فايلوت وداش ركبوا طيارة نفاثة وراحوا للجزيرة وسابوا الرضيع جاك مع المربية اللي في البيت. وفي الوقت ده بنشوف ان سيندروم كان بيعذب مستر انكريدبل علشان يستجوبه، ووقتها طيارة الأبطال بتوصل فهو بيطلع عليها صواريخ علشان يدمرها. فهيلين وقتها بتحس بالخطر وكانت لابسة بدلتها الجديدة. وبنعرف في الوقت ده ان ميراث بتتصدم لما بتعرف ان الطيارة كان فيها أطفال، بس إليست جيرل والعيال قدروا يهربوا من الانفجار وعاموا لحد ما وصلوا لشط الجزيرة. والكل في القاعدة كان فاكر ان عيلة بوب ماتت، ومستر انكريدبل اتضايق وافتكر ان سيندروم قتل عيلته، ومن شدة ضيقه مسك ميراث وهدد بقتلها علشان سيندروم يسيبه، بس سيندروم ما بيهموش وبدأ يتحدى بوب. فبوب سابها، وميراث كانت مصدومة من ندالة سيندروم وقالت له لو هتغامر تاني يبقى غامر بحياتك انت. وفي الوقت ده هيلين كانت بتخترق القاعدة في الوقت اللي كان الآلي الجديد أمني دروت بيتحمل على صاروخه وبيتوجه لمدينة متروفيل. وجوه القاعدة ميراث بدأت تحس بالذنب وبتفك قيود مستر انكريدبل في السر قبل ما هيلين توصل بشوية، والزوجين بعد كده بيجروا بسرعة علشان يلحقوا عيالهم اللي كانوا بيحاربوا حراس سيندروم في الغابة. ووقتها كان داش بيسابق الحراس دول بالجري، واكتشف وقتها ان هو سريع جدا لدرجة انه بقى يقدر يجري فوق المية. وفايلوت كانت بتدافع عن نفسها بقدرة الاختفاء بتاعتها. وبعد شوية العيلة اخيرا بتتجمع وبدأوا ان هم يحاربوا مع بعض وبيهزموا كل الحراس، بس سيندروم بيظهر فجأة وبيشل حركتهم كلهم بشعاع الطاقة اللي كان معاه. وسيندروم كان متفاجئ لما عرف ان مستر انكريدبل اتجوز إليست جيرل وخلفوا العيال الخارقين دول، وبنشوفهم وهم في الحبس. سيندروم قعد يتفشخر بخطته وقال انه هيسيب الآلي يدمر المدينة وبعدين يتدخل هو وينقذها علشان يبقى هو البطل القومي. وبوب في الوقت ده بيفهم ان سيندروم كان بيستدرج الابطال الخارقين للجزيرة بقاله 15 سنة وبيقتلهم علشان يطور الآلي بتاعه، وخطته انه بعد ما يبقى بطل في نظر الناس هيبيع اختراعاته لكل البشر علشان البشر كلهم يبقوا خارقين، وبكده ما يبقاش حد مميز وكلمة بطل خارق تفقد معناها. وده كان المحور الرئيسي لمشروع كرونوس. وفي الوقت ده الصاروخ بيوصل للمدينة وسيندروم حاول يتدخل ويعمل نفسه بطل، بس الآلي ذكائه الاصطناعي كان اتطور جدا وما بقاش يسمع كلامه، ووقتها بيضرب سيندروم وبيخليه يغمى عليه. فعائلة انكريدبل بمساعدة صاحبهم فروزن بدأوا معركة طحن علشان يحموا المدينة من الآلي، وبوب بيعرف ان الطريقة الوحيدة علشان يهزموا الآلي هي انهم يدمروه من جوه. ووقتها قدر يوصل لريموت التحكم وشغل واحد من مخالب الآلي اللي كانت مكسورة في الأرض، واستخدم الدافع بتاع المخلب ده كأنه صاروخ وحدف وقتها على الآلي وفجره. وأهل المدينة كلهم بدأوا يحتفلوا بالإنكريدبلز وبطولتهم في إنقاذ متروفيل، بس كان لسه سيندروم بيمثل تهديد ولازم يوقفوه قبل ما ينفذ خطته الشريرة ويمحي فكرة الأبطال. بس في الوقت ده بنعرف إن سيندروم كان فاق واكتشف إن العيلة سرقت منه الأضواء، وبنشوف في الوقت ده العميل ريك ديكر كان مروح مع العيلة في العربية وقال لهم إن الحكومة جمدت كل أملاك سيندروم وخلاص هتقبض عليه
عليه. ووقتها هيلين بتفتح البريد الصوتي بتاعها واكتشفت ان في مربية اطفال تانية راحت البيت للبيبي بتاعها، فجريوا بسرعة على البيت واكتشفوا وقتها ان سيندروم خطف الرضيع جاك علشان كان عايز يربيه ويخليه مساعد ليه وينتقم من العيلة. وسيندروم وقتها حاول يهرب بالطيارة النفاثة بتاعته وكان ماسك البيبي، بس جاك بيفاجئ الكل وبنعرف ان هو عنده قدرات خارقة، وبدأ وقتها يتحول وهاجم سيندروم في الجو. وسيندروم وقتها ملقاش حل غير ان هو يرمي جاك من فوق، بس وقتها هيلين بتطير وبتلحقه قبل ما بيقع. ووقتها سيندروم حاول يهرب وكان بيتوعدهم ان هو هيرجع ويخطف البيبي من تاني في المستقبل، بس بوب كان جاب اخره من شر سيندروم ومسك العربية بتاعتهم وحدفها على الطيارة بتاعته. والحدفة دي خلت سيندروم يقع والشنطة بتاعت البدلة بتاعته اتشدت جوه مروحة المحرك والطيارة انفجرت وفجرته معاها. وبنعرف ان فايلت بدرع الحماية بتاعها قدرت انها تحمي العيلة من الانفجار ده، والجيران كانوا قاعدين يتفرجوا عليهم وكانوا مذهولين جدا. وبعد 3 شهور العيلة بقت عايشة حياة سعيدة، وحتى بوب بقى راضي ومبسوط بحياتهم المدنية. وبنشوف ان داش بيشارك في مسابقة جري في المدرسة وتعمد ان هو يطلع المركز التاني علشان ما يكشفش قدراته الخارقة دي قدام حد. وفايلت اللي كانت زمان بتخبي وشها بشعرها ومكسوفة بقت واثقة جدا في نفسها. وبنشوفهم وهم طالعين من النادي بيظهر شرير جديد اسمه أندر مينر، واللي بيطلع من تحت الأرض وبيعلن الحرب على السلام. ووقتها العيلة كلها بما فيهم الرضيع جاك بيلبسوا أقنعتهم وكانوا مستعدين علشان ينقذوا المدينة بتاعتهم ويحاربوا الشرير الجديد. وبكده الجزء الأول من فيلمنا بيخلص، بس لسه سهرتنا مكملة في نوستالجيا، فخش معايا على الفيلم التقيل ده هو كمان. فيلمنا بيبدأ في عالم فيه أبطال خارقين حقيقيين، وكان في ولد يتيم صغير اسمه ليستر واللي كان راكب في الأتوبيس مع باقي الأطفال، ووقتها كان قاعد بيقرأ كوميكس الأبطال الخارقين. بس ليستر كان دايما بيزهق من نفس النهاية، وهي إن الأبطال هم اللي بيكسبوا والأشرار هم اللي بيخسروا. فبدأ يتخيل القصة بشكل مختلف وتخيل نفسه هو الشرير الرئيسي وسمى نفسه اليتيم. ووقتها الولاد اللي معاه في الأتوبيس فضلوا يتريقوا عليه وقالوا له إن هو مهووس بالكوميكس وإن بالطريقة دي محدش هيفكر يتبناه ابدا. وليستر اتكسف جدا من كلامهم، لكن كان مصمم ان هو يحقق حلمه وكان عايز يبقى اعظم شرير في العالم. وعلشان يوصل للحلم ده قرر ان هو يبدأ كمساعد للاشرار. وبنعرف في العالم ده كان في برنامج مخصوص بيقبل متطوعين علشان يشتغلوا مساعدين لعباقرة الشر. وبعد سنين لما ليستر بقى عنده 16 سنة قرر يقدم نفسه في مقر واحد من اشهر الاشرار. ولما وصل هناك اكتشف ان المكان عبارة عن مصنع جبنة مشعة، والمصنع ده كان بيستخدم كسلاح خطير واللي كان بيديره واحد معروف باسم ذا بوربر. والمكان ده كان مليان جنود ومساعدين وكمان ناس موظفين شغالين في المصنع عادي. وفي وسط الشغل كان في عامل اسمه هانك رايح يبدأ يومه الطبيعي، وفجأة شاف ليستر ماسك سلاح ليزر وبيجربه، فسأله وهو مستغرب هو بيعمل ايه هنا. ووقتها ليستر طلع له اعلان برنامج المساعدين ووراله استمارة التقديم اللي سجل بيها وقال له انه نفسه يبقى شرير خارق في المستقبل. لكن هانك قال له يبطل الاحلام دي وقال له ان خلال السنين كلها 17 شخص بس قدروا يتحولوا فعلا لعباقرة شر حقيقيين. وليستر رفض ان هو يسمع كلامه وقال له ان هو هيكون الشرير العظيم الجاي. وفجأة سقف المصنع كله اتفجر ومجموعة الابطال الخارقين فورس 5 بدأوا انهم يقتحموا المكان. واول ما ذا بوربر شافهم امر كل المساعدين بتوعه انهم يهاجموا الابطال، لكن فورس 5 كانوا اقوياء جدا واللي كان من ضمنهم توأم خارق كانوا بيقدروا يطلعوا طاقة مدمرة. وكمان البطل هابي بيت اللي جسمه مطاطي وكان بيلف بسرعة زي الإعصار. أما البطل نيك أوف تايم فكان سريع جدا بشكل مرعب وكان بيتحرك بسرعة كبيرة جدا. وبعدها المعركة قلبت المصنع كله خراب والمكان بدأ إن هو ينهار، فهانك وأصحابه اضطروا إنهم يهربوا بسرعة قبل ما المصنع يقع فوقهم. وأثناء ما كانوا بيهربوا هانك شاف ليستر بيحاول يضرب البطل جاك، لكن جاك كان أسرع منه وكان بيقدر يتفادى كل ضرباته. وفي النهاية قدر إن هو يحاصر ليستر فوق كوبري متدمر وكان خلاص هيقبض عليه. لكن فجأة هانك ضرب جاك بالمفتاح بتاعه وأنقذه، وبعدها قال لليستر إنه ما يمشيش في طريقه وإنه لازم ينسى فكرة إنه يبقى مساعد للأشرار. بس ليستر كان لسه مصمم على اللي في دماغه، وبعد ما المصنع اتدمر قرر إنه هو يدور على شرير جديد يشتغل معاه، فسافر لجزيرة سرية اسمها اتحاد الأشرار. وهناك قابل هانك مرة تانية، لكن بنشوف إن هانك وقتها كان بيتعاقب من رئيس الأمن، وده كان بسبب إنه خاطر بنفسه وأنقذ ليستر وقت هجوم المصنع. وكعقاب ليه اتفرض عليه ياخد
ليستر كتلميذ معاه، وبعدها الاتنين راحوا مدينة الأشرار علشان يدوروا على شغل جديد. وهانك وقتها أخد ليستر لمعرض توظيف خاص بالمساعدين والأشرار، وهناك قابلوا زمايله القدام في المصنع واللي كانت حالتهم مش كويسة، وكان واحد منهم اسمه دوج واللي كان شغال عامل نظافة. وبنعرف إن وقت الهجوم على المصنع جسمه اتدمر كله، ودلوقتي بقى مجرد راس متوصلة بطائرة شراعية، وكلهم كانوا محتاجين بسرعة يلاقوا شرير جديد علشان يشتغلوا عنده، وإلا هيبقوا من غير شغل نهائي. لكن بنعرف إن أغلب الأشرار كانوا بالفعل وظفوا مساعدين جداد، وفي النهاية هانك وليستر لقوا فرصة شغل في متحف الأشرار وتعينوا هناك كعمال نظافة. وأول ما ليستر دخل المتحف انبهر بكل الأدوات والأسلحة الخاصة بالأشرار القدام، وأكتر حاجة لفتت انتباهه كانت مقبرة ألماسية كبيرة كان موجود فيها الشرير المعروف بتايم بانديت. وليستر كان عارف قصته كلها، وإنه زمان تايم بانديت ده كان بيواجه مجموعة من الأبطال الخارقين في معركة كبيرة، وخلال المعركة دي وقع في نهر من الحمم البركانية، ولما الحمم دي بردت وتحولت لكريستال وقتها هو كان اتحبس جواها. وده كان حصل وهو بيحاول يلاقي كرة طاقة غامضة وقوية، وكانت وقتها الأسطورة بتقول إن أي شخص يفتح الكرة دي هيقدر يحقق أي حلم يتمناه. لكن هانك ما كانش مهتم بالكلام ده، وادى ليستر الممسحة وقال له يركز في الشغل بدل قصص الأشرار. وأثناء ما كان بينظف هانك خبط بالصدفة في أمينة المتحف اللي اسمها جولين، وأول ما هما الاتنين شافوا بعض بان كده إن هما بينهم معرفة قديمة، وبنعرف إنهم زمان كانوا بيشتغلوا مع بعض عند الشرير الخطير بارون بلاك أوت، وكان واضح إن مشاعرهم لبعض لسه موجودة لحد دلوقتي. وبعد اللي حصل في المتحف هانك حاول يعزم جولين علشان يخرجوا مع بعض، لكن ليستر بوظ اللحظة بتاعتهم لما خبط في قطعة مهمة من المتحف كانت جوليان مرمماها. وفجأة جوليان جالها اتصال مهم واضطرت إنها تمشي بسرعة، ولما هانك راح يرجع لها التابلت اللي نسيته ليستر كان فضل ينظف لوحده، لكن وهو بيتفرج على أدوات الأشرار القديمة اتزحلق وخبط في صندوق كبير واللي جواه ظهرت خوذة غريبة كانت خاصة بدرع قتالي تجريبي. وليستر وقتها لبس الخوذة من باب الفضول، ووقتها الدرع اشتغل لوحده وأجزاء البدلة بدأت تتركب على جسمه كله، وكانت مليانة أسلحة خطيرة زي الصواريخ والليزر وقاذفات اللهب. وبنشوف إن ليستر ما كانش عارف يتحكم فيها، فالبدلة بدأت تدمر المتحف كله، وهانك جري علشان يشوف اللي بيحصل وحاول إن هو يخليه يشيل الدرع من عليه، لكن فجأة البدلة طيرت ليستر وخلته يعدي من سقف المتحف. وفي الوقت ده الأمن الآلي كان مشغول وهو بيتفرج على الأخبار، والأخبار كانت بتتكلم عن البطل كابتن سوبيريرو اللي بدأ يزهق من مواجهة الأشرار الضعاف. وفي نفس الوقت كانت ظهرت إشاعة عن شرير جديد لابس درع ضخم وكان بيدمر في المدينة، وبنعرف إن الشرير ده كان هو ليستر اللي كان دخل شقة هانك وبدأ يدمر فيها. وهانك طلب منه يمشي، بس ليستر قال له إن الدرع ده خرج عن السيطرة وهو محتاج مساعدته. ولما البدلة بدأت تجهز أسلحتها من تاني هانك طلب منه يفتح واجهة الخوذة، وفعلا أول ما فتحها البدلة بدأت تهدى، ووقتها هانك ضرب ليستر وخلاه يفقد وعيه علشان يقدر يسيطر عليه. وفي نفس الوقت في الفضاء بنشوف الشرير الأسطوري بارون بلاك أوت كان راجع بعد اختفاء 10 سنين وكان ناوي إن هو يسيطر على العالم من تاني، وبنشوفه إنه كان حول أغلب رجالته لزومبي علشان كانوا فاشلين، وطلب من مساعده بيف إنه هو يجيب له مساعدين جدد من اتحاد الأشرار. أما هانك فراح لجولين وطلب مساعدته علشان يشيل الدرع من ليستر، ووقتها اكتشف إن الدرع كان ملك الشرير قديم اسمه ألتيماتم، وحتى هو ما كانش قادر يتحكم فيه. وبعد ما ثبته ليستر في المعمل البدلة اشتغلت وطيرت الترابيزة بالمكان كله، لكن لما جولين هدت ليستر البدلة بطلت تتحرك، وساعتها فهمت إن الدرع بيتحكم في مشاعر اللي لابسه، يعني كل ما يتوتر أو يخاف البدلة بتبقى أخطر وأصعب في السيطرة. وجولين قالت إنهم لازم يشيلوا الدرع من عليه في أسرع وقت، لكن هانك كان شايف حاجة تانية، وكان شايف إن الدرع ممكن يبقى فرصة كبيرة ليه. وأول ما جولين دخلت تعمل شاي هانك قعد مع ليستر لوحدهم وقال له إن هو قرر يدربه علشان يبقى شرير خارق حقيقي. ووقتها ليستر اتحمس جدا وحس إن حلمه بدأ يتحقق، ومن غير ما جولين تعرف الاتنين خدوا بعضهم وهربوا لساحة خردة بعيدة، وهناك هانك جهز المكان علشان التدريب. وقبل ما يبدأوا التدريب ليستر سأله عن ماضيه، فساعتها هانك قال له إنه زمان كان عايز يبقى شرير خارق زيه وكان مساعد لبارون بلاك أوت، وجولين كانت برضه شغالة معاهم. وفي يوم من الأيام بارون كان ناوي يستخدم سلاح كبير ضد أتوبيس فيه أطفال، بس هانك وجولين اعترضوا على القرار ده، فبارون قرر إن هو يطردهم من غرفة التحكم. وفي اللحظة دي ظهر كابتن سوبيريرو وفورس 5 وبدأت ما بينهم معركة كبيرة، وأثناء المعركة دي السلاح اتعطل، وبنعرف إن هانك هو اللي كان عطله. فليستر على طول افتكر القصة دي من الكوميكس، وإن كان في مساعد شرير خان القائد بتاعه علشان يعمل الصح. وفي النهاية هانك كان أنقذ الأبرياء رغم إنه كان عايز يبقى شرير. وبعدها بارون اختفى
اختفى ل10 سنين، والمساعدين بتوعه اتفرقوا، وهانك اتعاقب وبقى عايش حياة بسيطة. لكن دلوقتي شايف فرصة انه يعوض كل ده من خلال ليستر، وبدأ تدريب ليستر في ساحة الخردة. وليستر اتعلم يتحكم في الدرع عن طريق مشاعره، وقدر ان هو يطلع الليزر ويحرك المحركات ويسيطر على خوفه، ومع الوقت بقى افضل بكتير. وهانك بعدها جهز خطة جديدة وراح مع صحابه علشان يدخلوا المتحف تاني، ووقتها لبسوا زي حراس آليين ودخلوا من غير ما حد ياخد باله، وقدروا انهم يوصلوا لغرفة تايم بانديت. وهناك هانك قال انهم محتاجين الدرع علشان يعطلوا الكرة السحرية، فليستر وافق بس كان قلقان. ولما ضرب الألماسة بالدرع مفيش اي حاجة حصلت، وهانك اتعصب وبدأ يقلل منه، والكلام ده استفز ليستر جدا. فالدرع طلع طاقة كبيرة وقدر ان هو يكسر الألماسة، ووقتها الكرة السحرية طلعت اخيرا. وبعدها هانك اعتذر له وقال له انه كان بيستفزه بس، لكن في الوقت ده الامن بيوصل وبيحاصرهم، فعلى طول بيهربوا بالدرع بسرعة وبيرجعوا لساحة الخردة ومعاهم الكرة. وهناك هانك بيقول انه عايز يرجع بالزمن علشان يصلح حياته من البداية. ووقتها هانك قال لاصحابه ان كل واحد فيهم يقدر يحقق امنيته بالكرة السحرية، بس هم رفضوا لانهم ما كانوش عايزين يخسروا صداقتهم او يغيروا الماضي. وفجأة ظهرت جولين وطلبت من هانك انه ما يستخدمش الكرة وحذرته من خطورة تغيير الزمن، لكن هانك كان خلاص خد القرار ورمى الكرة علشان يفعلها. بس قبل ما تلمس الارض ليستر بيلحقها وبيمتصها جوه الدرع، وقال ان تغيير الماضي ممكن يدمر حياة ناس كتير، وانه مش هيخاطر بالعالم ده علشان حلمه. وساعتها اصحاب هانك اتاكدوا انه كان شخص اناني وسابوه ومشي وكلهم زعلانين. وجولين وقتها خدت ليستر ومشيت علشان تركز انها تشيل منه الدرع. اما هانك فرجع شقته وكان حاسس بالذنب، وقرر ان هو يهرب من المدينة، لكن رئيس الامن قبض عليه بسبب احداث المتحف. وفي نفس وقت هجوم بارون بلاك اوت على الجزيرة، جولين اخدت ليستر للمعمل وكانت بتحاول انها تشيل الدرع بجهاز ترددات، بس هي فشلت بسبب حالتها النفسية. وليستر طلب منها تدي هانك فرصة تانية لانه كان ساعده اكتر من مرة. وبعد محاولات كتير فاشلة ليستر اكتشف ان الدرع شغال بالمشاعر ولازم يكون في هدوء تام علشان يفصل. فوقتها افتكر لحظات تدريبه مع هانك في ساحة الخردة، ودي كانت اول مرة يحس فيها ان هو مش لوحده. والذكرى دي خلت الدرع ينفصل اخيرا عنه، وفي النهاية ليستر بقى حر. لكن بنعرف في نفس الوقت ان بارون بلاك اوت كان خطف اصحابه وبدأ انه يهدد المدينة كلها. وبنشوف في طريقه للسجن هانك كان شاف الهجوم على الجزيرة فقدر ان هو يهرب علشان ينقذ اصحابه، ووقتها انضم له دوج وراحوا علشان يحاولوا يوقفوا بارون. بس بنعرف ان بارون كان فعلا في مدينة ابيكس وقدر ان هو يهاجم فورس 5 ويحولهم لزومبي، وبعدها بدأ يتحرك علشان يسيطر على العالم كله. وبنشوف ان جولين وليستر طلعوا من الملجأ بعد ما قعدوا مستخبيين وقت قصف بارون للمدينة. وبعدها دوج وصل لهم وقال ان هانك راح يواجه بارون لوحده، والاتنين اتصدموا لما سمعوا الكلام ده وقرروا انهم يروحوا وراه. لكن هانك كان بالفعل قرب من سفينة بارون وكان سايق عربية طايرة قديمة، ووقتها بارون شافه من الكاميرات وهانك ضرب السفينة بقذف صواريخ بس ما كانش فيه اي تأثير. فعلى طول بارون رد عليه بصواريخ اجمد، فهانك هرب بسرعة في المدينة ونجح ان هو يفلت من الصاروخين، والصاروخين الباقيين كانوا بيقربوا منه فلف بالعربية ورجع ناحية السفينة نفسها. وفي اخر لحظة كسر الازاز اللي قدام وخلى الصواريخ تدخل وتضرب السفينة وتعمل فتحة كبيرة فيها، وقدر ان هو يستغل الفرصة دي ويدخل السفينة علشان يواجه بارون. ووقتها طلب منه ان هو يسيب اصحابه، لكن بارون ضربه وساعتها كان هيموته. وفجأة ليستر ظهر بالدرع وضرب سلاح بارون وانقذ هانك. وفي الوقت ده جولين ودوج كانوا دخلوا السفينة هم كمان، وبنشوف ليستر بيقول لهانك يدور على اصحابه ويهرب وهو هيواجه بارون لوحده. ووقتها هانك وجولين ودوج حاولوا يلاقوا اصحابهم، بس بنشوف ان بيف وقفهم فقدروا انهم يستخبوا وشافوا كبسولات هروب طالعة من السفينة، وكانت في واحدة منهم اصحابهم واللي راحوا بعيد، فاضطروا انهم يكملوا المهمة لوحدهم ويروحوا ناحية غرفة المفاعل. وفي نفس الوقت ده بنشوف ان ليستر كان بيواجه بارون، والاتنين كانوا دخلوا في قتال قوي جدا، وبارون عرض عليه انه يبقى اعظم شرير معاه. وفي اللحظة دي ليستر كان وافق بس هو رفض وسيطر على نفسه وفصل الدرع. ولما بنروح للمفاعل بنشوف ان هانك وجولين كانوا عملوا خطة ذكية وقدروا انهم يفجروا النظام، ووقتها السفينة بدأت تقع. وبنشوف ان بارون قدر ان هو يلبس درع ليستر وبدأ يسيطر على جزء منه، وبعدها فضل يهددهم. وليستر في الاول استغل الموضوع واداله احساس انه مساعده، وده عمل خلل في الدرع وخلاه ينفجر، ووقتها بارون مات. وكلهم في النهاية قدروا انهم يخرجوا من حطام السفينة، وليستر وهانك وجولين رجعوا وهم كويسين. وفي اللحظة دي كلهم بيعرفوا ان ليستر كان مخطط لكل حاجة من البداية. ولما هانك سمع الكلام ده اتبسط جدا من ليستر وبعدها حضنه كأنه اب حقيقي لقى ابنه. وليستر لأول مرة بيحس ان هو عنده عيلة حقيقية
الحقيقية. لكن اللحظة دي ما بتكملش، لأن فجأة بيف بيظهر وكان لسه عايش، وكان ناوي إن هو ينتقم لموت بارون. لكن قبل ما يعمل أي حاجة صاحبتهم جين بتدخل وبتقول إنها هتتعامل معاه. وبعد ما عدى كام يوم ليستر وهانك بيرجعوا لشغلهم من تاني، بس المرة دي كانوا شغالين وسط أصحابهم الحقيقيين. وبعد كل اللي مر بيه ليستر أخيرا قدر إن هو يفهم الحقيقة، وإن هو عمره ما كان محتاج يبقى شرير خارق ولا حتى بطل خارق. كل اللي كان نفسه فيه فعلا إنه يكون عنده عيلة حقيقية، وهو دلوقتي قدر إنه يلاقي المكان بتاعه أخيرا. وبكده سهرتنا النهاردة في نوستالجيا بتخلص، فما تنساش تظبطنا بلايك وكومنت وسبسكرايب، وتقول لنا السهرة الجاية تحب تكون عن إيه. وبس كده، أشوفكم على خير في نوستالجيا. سلام.